اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبتدي على بركة الله النهاردة. معانا وصفة سهلة ولذيذة. هنعمل الرز بلبن المكرمش بتاع المحلات، أحلى وأنضف وأرخص من المحلات كمان. هقولك على تكات تخليه زي المحلات وأحلى كمان. بس اعملي لي لايك واشتراك في القناة، قناتي مطبخ مروة. فعلي زر الجرس علشان يجيلك كل جديد. بصي الرز بلبن كريمي وجميل ازاي. يلا بينا نخش في الطريقة على طول. يلا نشوف المقادير. مقاديرنا سهلة وبسيطة عشان نعمل أحلى رز بلبن. معانا كوباية رز مغسولة ومنقوعة ساعة، ومعانا كوباية سكر، والسكر برضو حسب الرغبة، ومعانا كيس كريم شانتيه دريم بيخلي الطعم في حتة تانية، و3 معالق كبيرة نشا، وكيس فانيليا، و3 معالق قشطة اللي هي وش اللبن، وكيلو لبن. انا بفضل ان انا اجيب اللبن اللي من عند اللبان احسن من المعلب. وعندي هنا ميه على النار هتغلي واسقط فيها الرز، وعندي هنا الميه غليت وهنزل بالرز. بصي الرز لازم يكون كده، لما تيجي تكسري الحبه تكون بايشه معانا. هنزل بالرز. لو لسه ما عملتيش لايك على الفيديو اعملي لايك ودوسي على الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وهنا عندي بعد ما الرز استوى ونزل النشا اللي فيه كله، هبتدي بقى ان انا انزل باللبن. بصوا الرز معايا نفش ازاي. هبتدي بقى ان انا انزل بكيلو اللبن، واقلب. وبعد كده هنزل بالسكر، والسكر زي ما قلت لكم حسب الرغبه. انا بزود تاني عن كده عشان انا عندي بيحبوه مسكر. وبعد كده هنزل بكيس الفانيليا، واقلب. واول ما يبتدي يسخن هنزل بالكريم شانتيه. دلوقتي عندي الكريم شانتيه والقشطه والنشا. هستنى اول ما اللبن يغلي وهنزل بالكريم شانتيه والقشطه. هدوب كريم شانتيه في حوالي 3 معالق ميه او لبن، علشان خاطر لو نزلت بيه على الحل على طول هيتكتل مني ومش هعرف ان انا افكه. فانا هعمل كده وادوبه وبعد كده هنزل بيه. ده كده الكريم شانتيه بعد ما دوبته. وبعد كده هنزل بالثلاث معالق قشطه اللي هي وش اللبن. والله يا جماعه يعني ما تستهونوش بيها، بتخلي الطعم في حته تانية. ودي القشطه ووش القشطه والكريم شانتيه هما دول سر كرمشه الرز بلبن، وبيخلوا طعمه زي المحلات. كده فاضل عندي النشا، هدوبه في 3 معالق ميه. هنا بعد ما دوبته وهنزل بيه، بس ايد بنزله سرسوب رفيع والايد التانية بتقلب. بصوا اللبن عندي قوامه جميل ازاي، عشان الكريم شانتيه والقشطة بيخلوا طعمه في حتة تانية. هنزل بالنشا. طبعا انا هنزل بيه معلش عشان انا ماسكه التليفون، علشان خاطر ما يتكتلش معايا. ايد فيها النشا والايد التانية بتقلب لحد ما يربط معايا كده، وهفضل اقلب لحد ما يبتدي النشا يستوي. وهنا بعد ما خلاص النشا استوى بيبتدي يعمل زي بقبقة كده، ده بيبقى معناه ان النشا خلاص استوى. بصوا الرز بلبن كريم ازاي من قبل ما يتغرف. وبكده هنطفي عليه بس ونسيبه يهدى يدوب لحد ما نحضر الاطباق علشان نغرفه. وبكده هيبقى عندنا احلى رز بلبن عملناه في البيت، احلى وانضف وارخص من المحلات.
هنحطه في التلاجة، هنسيبه يبرد وبعد كده نغطيه بعد ما يبرد علشان يعمل الكرمشة معانا.